طيب شيخنا الدكتور عمر عبد الكافي، هل نحن بحاجة الآن كما تعودت مع فضيلتكم دائما ننزل إلى الواقع ونسأل أسئلة كثير من الناس، هل نحن بحاجة في هذا التوقيت بالذات الذي تموج به الأمة وتعصف بها العواصف من كل حدب وصوب، هل نتكلم في الأخلاق؟ ابن خلدون له جملة تكتب بماء الذهب: العربي لا تصلحه إلا رسالة، فإن نزعت الخلق من العربي صار حيوانا أعجم. جميل. العربي لا تصلحه قوانين فهو فوضوي لا يحب النظام. العربي سبحان الله ده سمات الشعب العربي، سمات الشعب العربي دون دين. تمام. هذا عفوي لا يحب التخطيط. عاطفته ترتفع إلى عنان السماء وتهبط إلى قعر المحيط في لحظة واحدة، يضبطها الدين. نعم. تضبطها وسطية الدين. فهذا رجل منفق حتى حد التبذير فيصير شيطانا من المبذرين، ويمسك حتى يصير بخيلا فتدعو عليه الملائكة: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما بين هذين الأمرين إذا أنفقوا يعني لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا القوام هو الذي جعل هذا الدين قيم. فإذا غابت القيم وغابت الأخلاق عن البيئة العربية والبيئة الإسلامية والمجتمع العالمي غابت الإنسانية. نقول الإنسان قد مات إذا ماتت فيه أخلاقه وقيمه. سلم يا رب. ويقول هذا إنسان. وهل هذا وارد شيخنا؟ نعم. هل هذا وارد؟ إذا أمات أهل الباطل قيمة القيم ومفهوم القيم ومنظومة القيم عند الناس كبيرا وصغيرا، ما بالك بطبيب لا أخلاق له؟ ماذا يصنع في غرفة العمليات؟ ما بالك برجل صحيح. أعمال لا قيم له؟ ما بالك بإعلامي إذا انفرد وحده على الشاشة يعني يسب هذا ويسب ذاك، وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالة، لأنه لا قيم له. إذا وجدت القيم أمسك لسانه. فالقيم هي الضابط الأساسي لإنسانية الإنسان، وبدون قيم وبدون أخلاق لا يصير إنسانا. تمام. يصير يعني مسخ مخلوق أو يعني حيوانة التصرفات. أن يعود حيوانا أعجم.